بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة أصدقائي جبت لكم كام خبر كده مهمين، يعني الأخبار الهامة على الساحة الرياضية أو في الساحة الرياضية اللي جميع الناس بتبحث عنها وعايزة تعرف تفاصيلها. طبعا زي ما انتم متعودين ان احنا بنعمل الفيديو بتاعنا في يعني بنجيب الأخبار المهمة فقط، يعني في أخبار تانية بتبقى ليها علاقة بالرياضة وكل حاجة، ولكن مش بتبقى مهمة جدا. فاختصارا طبعا للفيديو وعشان ما اشغلش دماغكم بالاخبار اللي ملهاش اي لازمة، فبجيب لكم الاخبار الهامة فقط. فان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن اول خبر، ويعني هو خبر مش سعيد، ولكن هو خبر حزين على جميع الاهلاوية وعشاق وجمهور كابتن محمد الشناوي حارس منتخب مصر والحارس الأول للنادي الأهلي. هنتكلم عن وفاة والد كابتن محمد الشناوي. اللهم اغفر له يا رب واحسن إليه، وربنا يصبره امين يا رب العالمين، ويجعل مثواه الجنة. آه، للأسف والد محمد الشناوي توفى بسبب حادث سير، بسبب انقلاب سيارته عند كيلو 292 بطريق الواحات، يعني بعد اختلال بعض عجلات السيارة. يعني ده قدره ونصيبه، ربنا يرحمه يا رب ويحسن إليه امين يا رب العالمين. في خبر مهم طبعا تاني، الخبر ده يخص الزملكاوية. يعني خبر يعني مش سعيد برضو، لان كان في مشروع نادي الزمالك كان ماشي فيه ولكن لم يتحقق. ده كان حلم كل زملكاوي، المشروع الضخم اللي كان المفروض هيبنيه نادي الزمالك على الارض اللي كانت مخصصة ليه من عام 2003 بمدينة بحدائق اكتوبر، ولكن لم يتحقق ولم يبنى هذا المشروع حتى الآن. طيب نقرأ ونشوف القرار اللي طلع من رئاسة مجلس الوزراء المصري فيما يخص قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر. هنا بيقولوا ان فيما يخص قرار سحب الارض المخصصه لنادي الزمالك بمدينه حدائق اكتوبر، فقد تم تخصيص الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم منح جميع المهل اللازمة والتيسيرات. وفي عام 2020 تم صدور قرار بإلغاء تخصيص الأرض لعدم إثبات الجدية في التنفيذ. يعني كان في أرض في 2003 في حدائق أكتوبر مخصصة لنادي الزمالك، وكان في أرض مماثلة ليها مخصصة للنادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي يعني بصوا دلوقتي شوفوا الفرع الموجود في الشيخ زايد عامل ازاي. النادي الاهلي بنى وخلص المشروع بتاعه، ولكن مفيش جدية كانت من جانب نادي الزمالك حتى الان. وفي عام 2020 تم صدور قرار بإلغاء تخصيص الأرض لعدم إثبات الجدية. ما كانش فيه جدية، أو الدولة ما كانتش شايفة إن في جدية في بناء مشروع، بناء عليه لغوا تخصيص الأرض بالنسبة لنادي الزمالك. في 2021 وجه فخامة السيد الرئيس رئيس الجمهورية دعما لقطاع الرياضة ومشتركين في النادي بالآتي: قيام وزارة الإسكان منح نادي الزمالك مدة عامين كمهلة إضافية أخيرة لنهو كافة الإنشاءات واستكمال جميع الأعمال على قطعة الأرض المذكورة، مع أخذ التعهدات اللازمة على النادي بأيلولة قطعة الأرض بما عليها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر حال عدم الالتزام بتنفيذ ذلك بكل دقة. طيب تم انتهاء المهلة ممنوع. يعني في 2023 كانت نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لا تتعدى 1% من المشروع ده في 2023. يعني كل دي كانت تسهيلات من الدولة لنادي الزمالك على أساس إن نادي الزمالك يعني يبدأ بجدية في بناء المشروع بتاعه، ولكن ما حصلش. حتى 2023 بيقولك لا تتعدى 1% الإنجازات في المشروع.
في تاريخ 4/4/24 أرسل نادي الزمالك خطابا متضمنا برنامج زمني مكثف في تنفيذ كافة عناصر المشروع. يعني كان بيحاول الزمالك إن هو يعمل خطة عشان يبان للدولة إن هو إن النادي جاهز وجاد إن شاء الله إن هو يبدأ في المشروع. وفي 2025 بالمدة المذكورة في البرنامج، والتي تنتهي المفروض كانت تنتهي في 2025. تضمن الخطاب النادي أنه في حالة عدم الالتزام بالمدة المذكورة تؤول الأرض وما عليها من مباني جهاز مدينة حدائق أكتوبر. وفعلا ده حصل. يعني خلاصة الموضوع يا جماعة إن الدولة ما كانتش شايفة، يعني من 2003 لحد 2025 الزمالك ما عملش أي حاجة في قطعة الأرض دي، وبالتالي الدولة سحبت المشروع او الارض من نادي الزمالك عشان ما فيش جدية في بناء المشروع، وعشان يستفادوا هم كمان كدولة من قطعة الارض دي. وبالمتابعة الدورية تبين ان لا توجد اي تقدم في نسبة انجاز الاعمال، مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ. وفي 4 يونيو 25 تم مخاطبة نادي الزمالك بأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض بما عليها نظرا لعدم الالتزام بالتنفيذ خلال مدة العامين، وبناء عليه صدر قرار سحب الأرض في 11 يونيو 2025، وتم تنفيذ القرار في 19 أغسطس 2025. وبالنسبة للخطاب الصادر من السيد المستشار فخامة رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني بتاريخ 4 أغسطس 2025 فإنه قد صدر بعد صدور قرار السحب، لذا فإن الرأي الذي قد صدر فيه في غير محل، وذلك بناء على إفادة سيادته بذلك. طيب يعني في النهاية الأرض اتسحبت من نادي الزمالك، والمشروع اللي كان مفروض هيتم من خلال نادي الزمالك لم يطبق وما بدأوش في أي حاجة. بناء عليه الدولة ما شافتش إن في أي جدية بعد حتى مخاطبات نادي الزمالك في ان هم هيبدأوا في المشروع خلال 2 سنين ولم يبدأوا. بناء عليه في 2025 تم سحب الارض من نادي الزمالك. فدي كل القصة الخاصة بسحب الارض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق اكتوبر. وزي ما قلت لكم ان النادي الاهلي في 2003 برضه كان متخصص ليه نفس قطعة الارض في نفس المكان، ولكن النادي الاهلي بنى المشروع بتاعه وبنى الفرع بتاعه اللي انتوا شايفينه حتى الان. طيب في عرض او عروض قوية من ناديين في السعودية بخصوص قفشة. يعني في عروض جاية من أندية سعودية جدة، يعني عروض جدة لضم قفشة إلى النوادي السعودية. يعني هو كده قفشة بالنسبة للنادي الأهلي ما اعتقدش ان هو هيقدر يشارك. خوسيه ريبيرو مش مقتنع بيه، فما اعتقدش ان هو هيقتنع حتى في الايام القادمة ويقدر ان هو يشارك قفشة معاه في الفريق. فاعتقد ان محمد قفشة المفروض ان هو يقبل عرض من العروض اللي جايه له دي عشان برضو يقدر ان هو يشارك ويكمل لعب كرة، لان في النادي الاهلي ما اعتقدش ان هو هيبقى ليه اي فرصة في المشاركة. وخصوصا بعد تألق عمر الساعي وتسجيله امام الاتحاد وبيراميدز يعني في اول 3 جولات من الدوري المصري الممتاز، يعني في امل كبير او في يعني بمستواه اللي هو ماشي بيه لو مشي لحد نهاية الموسم وخلص الموسم ده مع المصري بنفس المستوى 90% او 9 يعني بنسبة كبيرة جدا خوسيه ريبيرو هيرجع عمر الساعي، لان هو سأل عليه وسأل على مستواه وقال انا ما شفتوش حتى. لان كولر لما جاء عمر الساعي الاهلي ما ادوهوش الفرصة الكاملة او الكافية اللي هو يطلع يقدر يأدي فيها والجمهور يحكم عليه فيها وهو شخصيا يحكم. يعني ما شفتش عمر الساعي غير ماتش او ماتشين بالكتير مع النادي الاهلي، كان بينزل في اخر 10 دقايق وكان بيسجل، يعني في ماتشات سجل فيها. لكن ما كولر كان بيحبه يكره الصراحة وما كانش مقتنع بيه. فخوسيه ريبيرو قال لك لو استمر اللاعب على هذا المستوى مع النادي المصري
هيبقى ليه فرصة كبيرة ان هو يشارك مع النادي الاهلي في الموسم اللي بعد القادم ان شاء الله، الموسم اللي بعد كده يعني بعد ما يخلص اعارته مع المصري. لان دي يعني عمر الساعي اعارة النادي المصري. وحتى العقد اللي ما بينه وما بين الاهلي بخصوص الاعارة ما فيهوش شرط البيع، يعني ما فيهوش ان هو يقدر النادي المصري ان هو يشتري عمر الساعي بعد كده، هي فترة اعارة فقط. ولكن في اولوية، يعني الاهلي حاطط اولوية لو هو هيبيعه المصري في العقد، لكن ما اعتقدش ان النادي الاهلي هيبيعه، خصوصا ان هو بيأدي مستواه كويس جدا، وخسر ريبيرو كمان بيفكر فيه ومتابعه. فان شاء الله اعتقد ان قفشه هيمشي وهيروح الدوري السعودي، وعمر الساعي هيحل مكانه الموسم القادم ان شاء الله. الاهلي بيستلم الدفعة الاولى من مستحقات وسام ابو علي. كولومبوس كرو بعت 4 مليون دولار للنادي الاهلي، وهتبقى 3.5 مليون دولار من اجمالي 7.5 مليون دولار اللي هو العقد الكامل بتاع وسام ابو علي. اذا الاهلي وصل له الدفعه الاولى 4.5 مليون دولار، وبناء عليه النادي الاهلي بعت البطاقه الدوليه للنادي الامريكي. يقدر وسام ابو علي كده ان هو يلعب مع النادي الامريكي بتاعه بالبطاقه بتاعته، وكمان يقدروا ان هم يضيفوه في القائمه المحليه في الدوري الامريكي. اذا وسام ابو علي قصته انتهت خلاص، ما بقاش في النادي الاهلي، ما بقاش ليه اي علاقه بالنادي الاهلي. يعني هو الاهلي هيستلم بس 3.5 مليون دولار في يناير، وشكرا على كده وسام ابو علي. بعد كده هنتكلم عن حسين لبيب. حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. رئيس نادي الزمالك عايز اي لاعب من النادي الاهلي يروح نادي الزمالك. ليه؟ لان هو شايف ان النادي الاهلي خد كذا لاعب مهم من نادي الزمالك، يعني من بداية كهربا بقى ومؤمن زكريا، وانت جاي بقى امام عاشور، زيزو، ضربات قوية. بن شرقي خدها النادي الاهلي من نادي الزمالك. بناء عليه حسين لبيب عايز اي ضربة او اي رد من نادي الزمالك باي صفقة من النادي الاهلي. زي ما قلت لكم ان هو كان عارض على حسين الشحات من خلال حد مقرب اليه، وكان عايز يعقد جلسة ما بينه وما بين الشحات، ولكن الشحات رفض. كمان هو مترجت قفشة، يعني هم كمان مترجتين قفشة على رادار الزملكاوي ان هو يروح نادي الزمالك. الخبر الاخير بقى ان حسين لبيب برضو من خلال حد مقرب من احمد نبيل كوكا عرض عليه 50 مليون جنيه على 4 مواسم. زي ما احنا كنا عارفين ان احمد نبيل كوكا كان رايح الدوري التركي القاسم باشا، ولكن الاهلي لم يعني ما وصلوش لاتفاق ما بين الاهلي وما بين قاسم باشا بالنسبه للفلوس والدفعات والكلام ده. فقال خلاص مش الاهلي قال مش هبيع خلاص احمد نبيل كوكا. وبناء عليه احمد نبيل كوكا استنى في النادي الاهلي حتى الان. وكمان في اخبار مؤكده ان احتمال كبير ان احمد نبيل كوكا هيجدد عقده مع النادي الاهلي، ولكن حسين لبيب بيحرجم على انه ياخد اي حد من النادي الاهلي وباي تمن، عشان تبقى ضربة قوية لجمهور النادي الاهلي، ويكون كده رد على الصفقات اللي خدها النادي الاهلي من نادي الزمالك. دي الاخبار المهمة اللي كانت معانا النهاردة في الفيديو ده، وان شاء الله انتظرونا في فيديو قادم في اخبار مهمة تانية ان شاء الله انا بحضر ليها. يعني احنا بنحاول زي ما قلت لكم ان احنا بنجيب الاخبار الهامة في الساحة الرياضية المصرية، والاخبار اللي ملهاش لازمة يعني مش بنحب نهري فيها كتير. وان شاء الله اشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.